جايب لكم ثغره بصوا هتجننكم. احنا لو خدنا الرقم ده كده نسخ، تمام، هنكتبه اهو مع بعض 010 934 1683. لو خدنا الرقم اللي قاعد بيتكلم ده كده نسخ ودخلنا بيه على اي نسخه فاضيه، اي نسخه معدله، نسخه متجر، نسخه معدله، اي حاجه، تمام، وجينا نخش بيه، هتلاقي ان الرقم طاير اصلا ومفيش طلب مراجعه، تسجيل رقم جديد على طول. طب منين ان الرقم ده طاير ومنين ان الرقم ده قاعد بيكلمني زي ما انت شايف كده؟ وعشان نتاكد اضافه الى جهه الاتصال ان الرقم ده مش متسجل، عشان ممكن حد يطلع يقول لي طب ما انت ممكن تكون مسجله برقم اللي هو طاير ويكون هو رقم تاني خالص. الرقم لسه ما تسجلش اصلا، تمام، يعني الرقم ما تسجلش، الرقم اهو، تمام، لسه ما تسجلش اصلا، تمام، وقاعد بيتكلم. وزي ما انتم شايفين كده، لو عايز تعرف ازاي تسيب رقمك طاير زي ما هو مهما كان طاير ايه وتفتحه على اي نسخه عادي جدا، يبقى تابع الفيديو ده للاخر. فاير. Vem no passinho, 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 passinho do Romano. Vem no passinho, 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 passinho. Desse jeito que eu gosto. Vem no passinho, 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 passinho do Romano. Eu dou 3 no chão do lance e saio doido dançando. E saio ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ جايب لكم النهارده ثغره جديده لكل الناس اللي ارقامها طايره مش عارفه تفتح واتساب. انا جايب لكم النهارده طريقه ان انت لو رقمك طاير من استخدام الواتساب مش عارف تفتح بيه واتساب اصلا، فانا جايب لك طريقه ان انت تسيب الرقم طاير زي ما هو وهخليك تفتح بيه عادي جدا، تمام. تعال بس قبل اي حاجه اوريك الحوار عباره عن ايه، تمام. احنا دلوقتي لو دخلنا على الواتساب كده ودخلنا هنا، تمام، شايف الرقم ده؟ شايف الرقم ده بيتكلم اهو، تمام. احنا بس لو دخلنا عليه من جوه الشاشه هتبقى سودة فمش هيبان حاجه، فاحنا خلينا من بره، تمام. شايف الرقم ده؟ احنا هنكتبه هنا كده 010 934 1683 010 934 1683. طيب لو خدنا الرقم ده كده زي ما انت شايف، تمام، ودخلنا بيه على نسخه فاضيه وحطيناه هنا كده، هيقول لك ايه بقى؟ هيقول لك ان الرقم مفيش طلب مراجعه، كمان تسجيل رقم جديد على طول، ان الرقم طاير مشدد، يعني حتى مفيش طلب مراجعه، تمام، رقم طاير خالص. طيب احنا لو دخلنا كده الشات بتاعه، تمام، بقول لك ايه، هتلاقيه بيستلم وعلامتين صح وعادي جدا. طيب لو دخلنا على الواتساب العادي، طب سيبك من الواتساب البيزنس، لو دخلنا على الواتساب العادي نجرب نشوف ان الرقم طاير ولا لا. هنعمل تبديل حساب، تغيير رقم الهاتف التالي، هنكتب نفس الرقم اهو، تمام. بص هيقول لك ايه، لا يمكن للرقم الهاتف هذا استخدام واتساب، لا يتوفر طلب مراجعه، يعني حتى ما فيش طلب مراجعه اصلا، تمام. طيب هنرجع كده، هنخش تاني على الواتساب، دخلنا، بقول لك ايه، دي ثغره جديده لسه معموله حالا، تمام، ان الرقم لو حتى كان طاير ايه، مشدد، عادي، دعم، اسبام، اي حاجه، تمام، هخليك تشتغل بيه عادي جدا زي ما انت شايف كده. طيب عشان برضو ممكن حد يقول لك طب ما هو انت ممكن تكون مسجل اسمه بنفس الرقم ده وممكن يكون ده مش الرقم. طيب انا هريحك خالص، تمام، احنا هنخش شات فاضي كده مع بعض ونكتب نفس الرقم 934 1683، خلاص كده، وهندوس عليه، تمام. ده نفس الرقم اللي طاير، تمام، مراسله، دخلنا نفس الشات اهو، يعني اذا كده نفس الرقم، مش ده نفس الرقم اللي طاير. طيب هنرجع كده، هناخد نفس الرقم اهو، تمام، وهنخش نسخه فاضيه بيه وهندوس التالي، نفس الرقم اهو، تمام. هيقول لك ان الرقم مفيش كمان طلب مراجعه، تسجيل رقم جديد على طول. طيب هنرجع كده في الواتساب، ده نفس الرقم اللي طاير اهو، خلاص كده، مراسله، تمام. هنخش عليه مراسله، دخلنا عليه اهو، هو بيبعت اغاني اصلا، بقول لك بص هو هيستلم علامتين صح دلوقتي، علامتين صح اهو. انت ازاي طاير وشغال؟ لو مش مصدقني خد نفس الرقم، تمام، حطه على اي نسخه عندك معدله، اصليه، متجر، اعمال، اي حاجه، هتلاقي ان الرقم طاير. خش كلمه على الواتساب هتلاقي ان الرقم شغال عادي. طيب وتعالوا هثبت لكم الاخر حاجه في الفيديو ان فعلا الرقم ده حقيقي ومش مفيك حاجه، تمام. طيب ما تيجي نسجل الرقم ده
عشان اثبت لكم ان الرقم ده فعلا حقيقي. طيب الرقم مش متسجل اهو، تعالوا كده نخش نسجله. 010 94 30 1 6 8 3. الرقم مش متسجل اهو، تمام. تعالى بقى نسجله كده. ايفي الموميا الكبير، تمام كده. احنا بقى ما سجلنا الرقم، هتلاقي الرقم اتسجل عادي، عشان اثبت لك برضو ان انا مش مسجل الرقم ده، لان ممكن حد يطلع يقول لي ان انت كنت مسجل، ان انت كنت واخد ان الرقم طاير مسجله ان الرقم بالرقم ده عادي. لا انا مش مسجل حاجه، الرقم اتسجل قدامكم عادي اهو، تمام كده. بس كده يا اخوات في الدنيا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت تتفاعلوا على الفيديو عشان انزل لكم الطريقه، واي حد رقمه مش عارف يفتح بيه، تمام، انا بقول لكم سيبه زي ما هو وانا هخليك تفتح بيه عادي جدا. بس كده يا اخوات في الدنيا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يلا سلام. من اشد معجبينك قوي والله بقى. بعشق حاجه اسمها ايه الموميا. Yes, my lord.